قعدت جنب الجثة 18 يوم لحد ما اتحللت، واشترت كمية برفانات كتيرة ورمتها على الجثمان علشان ما يطلعش ريحة. واللي حصل معاها بعد كده فاق كل توقعاتها، جريمة من أغرب الجرائم اللي ممكن تسمعها. وتبدأ حكايتنا من بنت اسمها هدى، كانت عايشة في منطقة شعبية، وهي بنت جميلة بس للأسف أهلها كانوا معدومين وكانوا تحت خط الفقر. علشان كده تطلع هدى وتشتغل في المصنع وتساعدهم في مصروف البيت، ويتقدم لها فخري، وده كان زميلها في نفس المصنع، وطبعا كان نفس ظروفها الاجتماعية والمادية. وهي رحبت بيه، وكمان أهلها وافقوا عليه على طول، وفي خلال شهور بسيطة اتجوزوا. ومن يوم الدخلة تكتشف هدى إن فخري اللي اتجوزته مش فقير بس، لا ده كمان طلع عنين، يعني عنده عجز جنسي. تصبر هدى عليه وبتحاول تلاقيله علاج بأي وسيلة، سواء بالكشف عند الدكتور أو عن طريق المنشطات والأعشاب. حتى طريق الدجل والشعوذة مشيت فيه، لكن للأسف كان فخري مولود بعيب خلقي، والدكتور أكد لها إن استحالة يكون ليه علاج في يوم من الأيام. وتعدي سنة وتتطلق هدى من فخري بعد ما شافت معاه المرار. وحتى بعد ما طلقها طلع فخري مش راجل برضه، وبدأ يشنع عليها ويطلع عليها إشاعات قدام الناس بإنها ما كانتش ليلة الدخلة بكر، وإنه سطر عليها وعمل معاها موقف رجولي. ورغم ده طلعت صنف نمرود، علشان كده طلقها. وطبعا إشاعة زي دي وفي بيئة شعبية بدأت تنتشر بسرعة كبيرة جدا، بالظبط زي انتشار النار في الهشيم. ولأن هدى وأهلها ناس غلابة ومش بتوع مشاكل، قفلوا بابهم عليهم وفوضوا أمرهم لله، ومحدش رضي منهم إن هو يقف قدام فخري أو حتى يفضحه قدام الناس. في الوقت ده بيستغل الموقف جار له هدى اسمه فؤاد، وكان فؤاد راجل كبير عنده تقريبا 60 سنة، مطلق أكتر من مرة، وكان سبب طلاقه غير معروف عند الناس. ورغم جوازه أكتر من مرة بس ما كانش عنده عيال، وكان راجل صنايعي وكسيب وميسور الحال، وكان محطوط على قائمة أثرياء المنطقة. في الوقت ده هدى كان عندها 26 سنة، وكانت معترضة عليه لأنه أكبر من أبوها، وطبعا المسافة ما بينهم كبيرة جدا في السن. وبرغم رفض هدى بس أبوها كان موافق، وكان سبب الموافقة إن سيرتها بقت على كل لسان في المنطقة. وكان مقتنع إن بجوازها من فؤاد هيطلع فخري قدام الناس كذاب وبيشنع عليها وبيطلع إشاعات على الفاضي، علشان كده كان لازم تتجوزه وتسكت ألسنة الناس. وفي النهاية بتقتنع وبتوافق إنها تتجوزه. وفي خلال كام شهر كانت هدى متجوزة من الحاج فؤاد، وعايشة معاه تحت سقف بيت واحد، علشان تتصدم صدمة عمرها للمرة التانية لما تكتشف في ليلة الدخلة إن فؤاد وفخري وجهان لعملة واحدة، لأن فؤاد طلع زي فخري عاجز جنسيا. وكانت الصدمة شديدة جدا عليها، علشان كده سألت الحاج فؤاد وقالت له طالما انت عارف نفسك كده بتتجوزني ليه؟ وساعتها تتفاجئ من رد فعله وهو بيقول لها انا كنت محتاج بنت جميلة وفي سنك تأنسني وحدتي، وانا كنت متأكد ان انت واهلك هتوافقوا عليا على طول بعد الاشاعة والشوشرة اللي طلعها عليكي طليقك فخري. وبرضه عارف انك لما تكتشفي اني عاجز هتسكتي وهتعيشي، لان ما ينفعش تتطلقي للمرة التانية وتعرضي سمعتك للدمار قدام الناس. وده فعلا اللي حصل. رضيت هدى بنصيبها وسكتت وقالت عيشة والسلام. ولان فؤاد كان زي فخري بالظبط كانت عارفة ان مفيش اي امل في علاجه، لانه كان عنده عيب خلقي. والشيء العجيب في الحكاية دي كلها علشان يغيظ مراته هدى، كان في اوقات كتيرة بيرجع البيت وهو معاه فتاة ليل علشان ياخدها في اوضه النوم، ويفضلوا يضحكوا ويهزروا ويغيظ في هدى وهي قاعده بره في الصاله. وطبعا كان كل اللي بيعمله ده كان كلام من غير فعل، علشان يثبت لنفسه انه راجل حتى في خياله المريض. وكانت هدى حرفيا عايشه مأساة مع الحاج فؤاد، وما كانش ينفع انها تطلق منه علشان سمعتها. وبكده جات لها فكرة انها تتخلص منه، وبدأت تدبر وتخطط وتفكر ازاي هتتخلص منه. وكانت اسلم طريقة ليها انها تحط له مبيد حشري في الاكل بتاعه. ونزلت واشترت كمية كبيرة من المبيد الحشري وحطته عندها في المطبخ، واستنت الفرصة المناسبة علشان تتخلص منه. وفي يوم رجع الحاج فؤاد من شغله وطلب منها العشاء، وهنا حضرت العشاء وحطت جواه المادة. وطبعا كان جعان جدا وما خدش باله ان في ريحة غريبة او طعم غريب في الاكل. وبعد ما يخلص الحاج فؤاد اكله يبدأ يحس بمغص شديد جدا في معدته، وهنا يطلب من هدى انها تلحقه وتتصل بالاسعاف. وساعتها هدى قالت له انها حطت له ماده سامه جوه الاكل وخلال ثواني هيموت على طول. وفعلا خلال دقايق بيموت الحاج فؤاد. وبعدها تنقل جثه الحاج فؤاد لاوضه النوم وتطلعه بصعوبه على السرير، وبعد كده تبدا تفكر هتعمل ايه في جثته. وكانت خايفه ساعتها ان الجثه تعفن ويطلع لها ريحه، علشان كده جات لها فكره انها تجمع ملايات كتيره وتلف الجثه فيها وتخيطها كانها كفن. وتفكيرها هداها انها تجيب برفانات كتيرة وترشها على الجثة علشان ما تطلع لهاش اي ريحة،
وبدأت تنزل تجمع كميات كبيرة وتيجي ترشها، وشغلت التكييف بتاع أوضة النوم على أعلى درجة، ولمت كل المراوح اللي موجودة في الشقة وشغلتها في أوضة النوم ووجهتها على الجثة، وقفلت باب الأوضة عليه، وكانت مقيمة إقامة كاملة في الصالة، وكانت من يوم للتاني بتدخل تشقر عليها وترش عليها برفانات. وتمر الأيام وهدى عايشة بنفس الطريقة دي، وأي حد من معارف الحاج فؤاد بيسأل عنه كانت بتقوله إنه طلع شغل في العاصمة الإدارية الجديدة ومش عارفة هيرجع إمتى. لكن بعد ما بيمر 18 يوم على ارتكاب الجريمة بتكون الجثة اتحللت، ورغم كل الاحتياطات اللي هي كانت عاملاها علشان ريحة التعفن ما تطلعش، ورغم برضو مصنع البرفيوم اللي كانت بترشه كل يوم على الجثة، رغم كل ده كانت ريحة التعفن شديدة جدا لدرجة انها ما كانتش طايقة تقعد في الشقة. علشان كده كانت لازم تدور على طريقة تتخلص بيها من الجثة، ويجي على بالها واحد اسمه منصور كان شغال سواق معاها في المصنع، وكان دايما عينه منها وبيعاكسها وعايز يكون معاها علاقة بس في الحرام. ومن غير ما تضيع وقت بتروح المصنع علشان تسأل على منصور، ولما بتقابل منصور بتطلب منه ان هو ينقل لها حاجة بعربيته النص نقل وياخد اللي هو عايزه، ولو هو عايزها هي كمان هي ما عندهاش مانع. وهنا منصور بيستغرب من كلامها وبيسألها عن النقلة اللي هي عايزة تنقلها عن طريق العربية بتاعته، وبيتفاجئ منها وهي بتعترف وبتقوله انها قتلت جوزها من 18 يوم، وانه جثته اتحللت والريحة ملت الشقة، وهي عايزة تتخلص من الجثة وتخليه يرميها في اي مكان. في البداية منصور ما كانش مصدقها، بس لما لقاها مصرة حس انها بتقول الحقيقة، وهنا اتفق معاها انها تحضر مبلغ كويس وفي نفس الوقت تحضر نفسها علشان ياخد بقية اتعابه. وبعد الاتفاق هدى الفرحة ما كانتش سايعاها لانها خلاص هتتخلص من الجثة، وراحت علشان تحضرها وجابت ملايات كتيرة علشان تلفها فيها، ورشت عليها برفانات كتيرة علشان الريحة. وفي نفس الوقت منصور راح علشان يحضر العربية ويجيبها علشان ينقل فيها الجثة. وفجأة وهي على الحال ده تسمع جرس الباب، وطبعا من كتر الفرحة تجري على الباب علشان تفتحه، وتتفاجئ فعلا بمنصور واقف قدامها، بس للأسف ما كانش لوحده، كان معاه رجال الشرطة اللي بيدخلوا الشقة علشان يفتشوها وبيقبضوا على هدى اللي كانت في قمة ذهولها وكانت مش مستوعبة ايه اللي بيحصل حواليها. وفي اسم الشرطة هدى بتعترف بكل شيء، وكمان عرفت ان منصور خاف على نفسه علشان كده بلغ الشرطة اللي اتفقت معاه ان هم يروحوا يقبضوا عليها، وبتؤمر النيابة بدفن جثمان الحاج فؤاد بعد موته ب 18 يوم، وتتحال هدى لمحاكمة سريعة علشان يبقى الحكم عليها هو الإعدام. وبرغم انها جريمة بشعة وإن مفيش أي مبرر لقتل نفس بدون حق، بس هدى حرفيا ضحية مجتمع، ضحية عادات وتقاليد، ضحية كلام الناس. الله يرحمهم جميعا.